فكرة انه انا اطلع من علاقة متهشمة نفسيا وما عنديش قرار ان انا ممكن اسامح الشخص اللي اذاني. ما عنديش قرار. اللي هو انا بتحاسبن عليه ليل نهار وبقول ربنا ينتقم منه او ربنا ينتقم منها. ده سلب طاقتي حبي، وليه بيعمل كده؟ ليه عمل معايا كده؟ تعالوا نعمل فلاش باك لورا شوية هيخلينا نعرف ايه. ان البداية كانت حلوة قوي. البداية كان على طول متاح ليا، كان على طول بيكلمني، كان واقف جنبي، كان بيسأل عليا، كان عايز يتعرف عليا. الراجل اصطادني انا تحديدا. ولو الست فالراجل برضه اصطادك، يعني لو انا بكلم راجل فالراجل برضه هو اللي اختارك. فلما بدأت تدي وتخليها تحس بقيمتها او انتي تحسسيه بقيمته قوي، الاكسبكتيشنز التوقعات عندنا احنا كبشر بتعلى. فده هيجي يتقدم لي ممكن العلاقة كلها تبقى 3 6 8 شهور، ومع ذلك انا التوقعات عندي عليت قوي عليت قوي عليت بقى هناك، بقى راحت هناك في المستقبل بعيد شارخ. فلما بيحصل بقى ان هو بيبدأ ينسحب، نيجي قبل انتهاء العلاقة ب10 ايام يعمل حاجة معاكي ضربة انتي ما بتكونيش مصدقها وانت ما بتكونش مصدقها، فبيحصل انكار للواقع. لما بتبدأ تفوق تبدأ تقول هو ازاي يعمل معايا؟ كنت معاه كويسة جدا، انا قدمت له كتير قوي، انا عملت له كتير قوي، انا عمري ما هسامحه. حتى لو العلاقة كانت طويلة، بس انا بتكلم في بوينت معينة ان هي ولا تفرق العلاقة عندي طويلة ولا قصيرة. انا بتكلم عن البداية، بداية العلاقات. فانا اللي عمل لي مشكلة التوقعات بتاعتي العالية. تاني مشكلة ان انت مش قادر تصدق ان الشخص ده اللي انت كنت معاه في حلاوة البدايات هو اللي عمل فيك كده، او هو اللي سابك، او هو اللي خانك، او هو اللي قالك انا مش عايزه اكمل، او هو اللي راح لصاحبتك او راحت لصاحبك، او في حاجه انت مش مصدقها، في صدمه بالنسبه لك، حصل لك تروما. وهنا النقطه اللي نبدا نتكلم فيها، زاويه مختلفه تماما. دخول الشخص ده في الوقت ده تحديدا كان رساله ليك من الكون. خروجه من حياتك في الوقت ده خلاص، هنا خدمته خلصت لهنا. هنا هو اداك كارت شفاء ليك، يعني خدمك تكتشف نفسك، تعرف انك حلو، انك فيك مميزات، يبدأ يكتشف معاك حاجات انت ما كنتش تعرفها عن نفسك لحد مرحلة معينة ونزل من القطر بتاع الحياة بتاعك. خلاص، انا لما قاعد كده مستني الانتقام، مستني معجزة تحصل، بضيع وقتي وطاقتي ومجهودي ومسنطر كل الطاقة بتاعتي عليه. هو امتى الانتقام هيحصل؟ لا، هو ما بيجيش كده. انت مأذي قوي، مأذي جدا كمان، تعبان جدا نفسيا، بس هتفضل لامتى؟ هو مش هيجي ولا مطلوب منه ان هو يعمل لك حاجة، هو خدمته خلصت لهنا. ممكن وارد جدا يرجع، ممكن وارد جدا ضمير وينقح عليه ويحس ان هو عمل معاك حاجة وحشة قوي فيرجع يتأسف لك. بس ده بيرجع امتى؟ لما بتعمل استشفاء ذاتي، لما بتسترجع قيمة نفسك. انت عليت اكسبكتيشن، توقعاتك عليت قوي، فبالتالي كنت مستني منه ان انتوا هتكملوا، كنت مستني منه ان هو عمره ما هيعمل كده. فالصدمة عملت لك ايرور، خليتك مش مصدق. فكان عندك في بداية الكلام انكار للواقع وتحول لصدمة، وان انت مش مصدق ان اللي ممكن يعمل معاك كده. بس خلينا نقول ان كلنا تأذينا. الحياة بتمشي، انت واقف محلك سر في نفس ذكرياتك، في نفس حاجتك، فدي بتاعتك. انت مش هتستفاد حاجة، وظيفته خلصت لحد هنا. ما تقوليش بموت من غيره، الكلام ده غلط، الكلام ده مش موجود. مفيش حد بيموت غير لو ربنا كاتب ان رسالته خلصت في الدنيا. مش هتموت من حبك ليه. انت ممكن تخش في اكتئاب، ممكن تتعب عضويا جدا، جسديا جدا، بسبب افكارك، بسبب ألمك اللي محدش فاهمه، لكن مش هتموت من غيره. قبله كان في حياة، وبعده بقى في حياة ممكن تبقى نكدية، بس انت اللي عملت النكد ده، انت اللي مسؤول عنه مش حد غيرك. بص لزاوية مختلفة تماما للنهاية اللي حصلت معاك، وكل واحد غير التاني. بص للزاوية، انت استفدت حاجة من ان انت قاعد بتتحاسبن، من ان انت قاعد بتفكر فيه صبح وليل، من ان انت قاعد مستنيه يرجع، من ان انت واقف محلك سر مش قادر تتحرك من مكانك عشان متخيل ان هو ممكن يندم عشان مفيش حد غيرك كان زيه؟ لا طبعا، هيقابل زيك كتير،
ويمكن احسن منك كمان. فما تفتكرش ان انت لوحدك عنده، لا، هو في كتير عنده. يعني ممكن يقابل كتير شبهك، ممكن يقابل كتير زيك، ممكن يقابل كتير احسن منك، ممكن يقابل كتير اسوأ منك. ده الاوبشن ده بناخده لينا احنا، ان احنا ما بنقارنش نفسنا مع حد او ما بنشوفش نفسنا زي حد. بس غير كده بص على الزاوية المختلفة، شوف انت بتضيع وقتك في ايه ومستفاد ايه. العلاقات لازم تكون موجودة، لازم. العلاقات احتياجات، لازم تكون موجودة العلاقات. وفكرة ان انا ابدأ معاك علاقة صداقة، حب، زمالة، ايا كان، انا لازم اكون مستريح لك، لازم اكون مستريح لك. لو انا مستريح لك فهبدأ معاك علاقة، لو انا مش مستريح لك عمري ما هدخل معاك في علاقة حتى لو صداقة. بس هنا مش هتعلم دروس الحياة اللي هي المفروض الحياة بتديها لنا، بتاخد مننا بس بتعلمنا، مش زي التعليم بتاعنا اللي بناخده في المدارس والجامعات. مش ده تعليم حياة بجد، تعليم أسس حياة بجد، تعليم الصفات، العيوب، المميزات، الشراكة، الحب يعني ايه، الاحتواء يعني ايه، السند يعني ايه، كل الكلام ده. فانت لازم تكون مقتنع بالشخص ده عشان تدخل معاه علاقة ويطلع الدرس. بس كده.